السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أهم أفكار وعقائد الطائفة النصيرية العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد وحافظ الأسد؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من حبايبنا من المسلمين بيتعجبوا هو ليه بشار الأسد وحافظ الأسد كانوا بيقتلوا في أهل سوريا ويعذبوهم ويسجنوهم ويضربوهم بالكيماوي والبراميل المتفجرة إلى غير ذلك من وسائل القتل البشعة وجرائم الإبادة الجماعية التي كانوا يفعلونها. لماذا كانوا يفعلون كل هذا؟ ولماذا كل هذا الغل والحقد الذي في قلوبهم تجاه المسلمين؟ لكي تعلموا لماذا فعل حافظ الأسد وابنه بشار الأسد كل هذه الجرائم في حق أهلنا وأحبابنا في سوريا، فتعالوا بنا في عجالة لنتعرف من هم الطائفة النصيرية العلوية التي ينتمي إليها حافظ الأسد وابنه بشار. وأنا أقرأ إليكم يعني من هذه الموسوعة عشان تعرفوا من هم هذه الطائفة. هشوف بقى بيقول لك ما هي أهم أفكار وعقائد العلويين وما الفرق بينهم وبين سائر المسلمين. والاصل ان احنا ما نقولش ان هم علويين، الاصل ان هم نقول ان هم الطائفه النصيريه، انما هم يعني بيحاولوا بقدر الامكان ينسبوا انفسهم لسيدنا علي بن ابي طالب، وسيدنا علي بريء منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الجواب عشان نعرف افكار وعقائد الطائفه النصيريه. الجواب ان الطائفه النصيريه ظهرت في القرن الثالث من الهجره، وتعد هذه الطائفة من غلاة الشيعة الذين ادعوا الإلهية في علي بن أبي طالب، ادعوا أن سيدنا علي بن أبي طالب هو إله الكون، خدوا بالكم. وكان اسمهم في الأول النصيرية، ثم تسموا بعد ذلك بالعلويين تمويها على الناس وتغطية لحقيقة مذهبهم، وهم يحرصون على هذا الاسم الآن. مؤسس هذه الطائفة هو محمد ابن نصير البصري، توفي سنة 270 هجريا. هذا الرجل ادعى النبوة والرسالة. تعالوا بقى نعرف أهم أفكار ومعتقدات هذه الطائفة. هنذكر فقط 12 حاجة من أفكارهم ومعتقداتهم. رقم 1، يعتقدون في علي بن أبي طالب أنه إله رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وارضاها. هم بقى بيعتقدوا ان هو اله. رقم 2، يحبون عبد الرحمن بن ملجم اللي هو قتل علي بن ابي طالب. يحبوه ليه ويترضون عنه ليه اذا كانوا هم اصلا بينسبوا انفسهم الى علي؟ قال لك لزعمهم انه خلص اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه. يعني ايه؟ يعني بيقولوا ان سيدنا علي بن ابي طالب كان بشرا، ناسوت يعني بشر، فلما عبد الرحمن بن ملجم قتله خلصه من الناسوت وجعله في دائرة اللاهوت، يعني حوله من إنسان إلى إله. عشان كده هم يعني بيحبون من قتل علي بن أبي طالب. رقم 3، يعتقد بعضهم أن عليا رضي الله عنه وارضاه يسكن في السحاب بعد أن تخلص من الجسد الذي كان يقيده، ولذلك إذا مر بهم السحاب قالوا السلام عليك يا أبا الحسن، بيسلموا على السحاب لأنه بيظنوا أن سيدنا علي بن أبي طالب يسكن في السحاب. ويقولون إن الرعد صوته والبرق صوته. تمام. رقم 4، الطائفة النصيرية يعظمون الخمر ويشربونها ويعظمون شجر العنب لذلك من أجل الخمر. رقم 5، بيصلون في اليوم 5 صلوات، لكنها صلاة تختلف تماما عن صلاة المسلمين لأنها ليس فيها سجود. رقم 6، لهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى. رقم 7، لا يؤمنون بالحج، مفيش حاجة عندهم اسمها حج، ويقولون بأن الحج إنما هو كفر وعبادة أصنام. تمام. رقم 8، لا يؤمنون بالزكاة الشرعية المعروفة عند المسلمين، وإنما يدفعون ضريبة إلى مشايخهم مقدارها 5 ما يملكون. رقم 9،
الصيام عندهم لا يمتنعون عن الطعام ولا الشراب، وإنما الصيام عندهم هو الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان. رقم 10، لهم تفسير باطني لشرائع الإسلام وأركانه غير ما يعرفه منه المسلمون، ولذلك فهم لا يؤمنون بالشهادتين ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بالطهارة ولا الوضوء ولا حتى الاغتسال من الجنابة. رقم 11، عقائدهم التي يعتقدونها هي خليط من الاعتقادات والأديان الباطلة، فأخذوا من الوثنية القديمة وعباد الكواكب والنجوم، وأخذوا من الفلاسفة المجوس والنصارى والمعتقدات الهندية والأسيوية الشرقية، وخلطوا ذلك بمعتقدات الشيعة الغلاة. آخر حاجة رقم 12، لهم أعياد كثيرة يحتفلون بها تدل على مجمل، يعني الأعياد دي تدل على مجمل عقائد، منها عيد النيروز في اليوم الرابع من نيسان وهو أول أيام سنة الفرس. حاجة اسمها عيد الغدير والعاشر من المحرم اللي هي عاشوراء. عيد الأضحى بس عندهم ما بيبقاش يوم 10 ذي الحجة، لا، عيد الأضحى عندهم بيبقى يوم 12 من ذي الحجة عشان يخالفوا المسلمين. يحتفلون بأعياد النصارى كعيد الغطاس وعيد الميلاد وعيد الصليب وغيرها من الأعياد. يحتفلون بيوم مقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرحا بمقتله وشماتة به. وبهذا حبايبي يتبين أن هذه الفرقة من الفرق الباطنية التي تنتسب إلى الإسلام زورا، والإسلام منها بريء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر الأصناف الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم، أي عند النصيرية، من أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام، خدوا بالكم، التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم، اللي هم مين؟ اللي هم الطائفة النصيرين. انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، يعني دي بتوضح هذه المسائل. طيب، فهؤلاء الناس دولت بينتسبوا ظلما وزورا إلى المسلمين. لأن بعض الناس لما كانوا يشوفوا بشار داخل مسجد، هو داخل مسجد منظر، لا هو متوضي ولا بيصلي ولا بيعمل حاجة، هو بس عشان اللقطة ياخدها كده قدام الناس، تمام. إنما هم أصلا ما لهمش علاقة بالإسلام بالمرة، لا من قريب ولا من بعيد، لا يعبدوا الله، لا يعتقدوا بوجود الله سبحانه وتعالى، بل يعتقدوا أن الإله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه هو الذي يتحكم في الكون من فوق السحاب. وكل عقائدهم فاسدة زي ما انتم شايفين، وهم الذين مكنوا التتار من بلاد المسلمين حتى دخلوا وقتلوا عدد يفوق 1,000,000، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب الطائفة النصيرية العلوية. ولذلك هم عندهم حقد دفين جدا وكره شديد لكل ما له علاقة بالإسلام. ولذلك كان القتل الشديد والإبادة التي رأيناها في سوريا يقتلوا أكثر من 1,000,000، أكتر من 1,000,000، ولو كسبوه كان هيكمل كمان، كان عنده استعداد يبيد الشعب السوري كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأينا ما فعلوه في المساكين الذين كانوا مسجونين في سجن صدنايا وغيره من السجون، ناس مرمية بقالها أكتر من 43 و45 سنة وفي غرف مظلمة ومفيش أكل ولا شرب، كل يومين يرملوا قطعة من الخبز وشوية مية بسيطة ثم يعذبونهم ويقتلونهم. شيء عجيب جدا، عافانا الله وإياكم. فالحمد لله الذي خلص أهلنا في سوريا من هؤلاء المجرمين إن شاء الله بلا عودة مرة أخرى، وأسأل الله أن يعوضهم خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يحرر أرض فلسطين والمسجد الأقصى، وأن يرزقنا صلاة هناك قبل الموت، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.